قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلق كلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد جميل شاطر ومؤدب وبيحب بابا وماما وبيسمع الكلام، اسمه محمد. محمد كان بيحب الحيوانات قوي وكان عندهم اسطبل كبير جدا، كان فيه حصنة كتيرة حلوين وبيحبوا بعض قوي الحصنة دي، وكمان بيحبوا محمد قوي عشان دايما مخلي باله منهم وبيحبهم ومتعلم كمان ركوب الخيل، وعشان كده كل الحيوانات كانت بتحبه وبيركب الخيل وبيقعد يجري بيهم، لكن كان متعلم كويس جدا وواخد كمان بطولات. والنهاردة يا أصدقائي جه عمه، أيوة، وزاره هو وبنته الصغنونة الحلوة ريناد. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ياه، ده احنا بقالنا كتير ما شفناش بعض، وكمان ما شفتش بيتكم الجديد الجميل الحلو الكبير ده، يلا فرجني عليه. اهلا 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 يا ريناد، تعالي كده، تعالي اما اوريكي الحصينة بتاعتي. حصينة؟ انا بحب الحصينة. لا بقى طالما فيها حصينة يبقى لازم اجي، انا عايزة الحصينة دي اشوفها. هتركبني حصينة ولا ايه؟ ركبني حصينة بسرعة. حاضر حاضر حاضر. ايه، تعالي يلا تعالي. بصي شايفة مين اللي هناك ده؟ ده رعد. رعد احسن حصان عندي. حبيبي يا رعد، يا رعد تعالى. وهنا يا اصدقائي ريناد كانت مبسوطة وفرحانة قوي، وكل حاجة في البيت كانت فرحانة بيها، لكن الحصانة كانت فرحانة بيهم اكتر وكانت عايزة الحصان رعد. وهنا محمد كان فاكر انها عايزة تركب الحصان، وبعد شوية يا اصدقائي جه بابا محمد وبابا ريناد كمان. يا بابا انا عايزة الحصان ده، اسمه رعد وجميل واحلى حصان كمان، وانا اخترته ليا. يلا يا بابا تعالى ناخد الحصان ده بقى بسرعة. وماله يا بنتي، خديه. لا ناخد ايه يا ابو محمد؟ ده حصان، نوديه فين؟ احنا ما عندناش مكان. لا يا بابا عندنا مكان، ايوه، هنحطه في الجنينة وهنفتح له اوضة كمان، انا اللي هعملها له، هنبنيها سوا، سهلة يعني يا بابا. جنينة ايه يا بنتي؟ انت بتقولي ايه؟ بتقولي كلام مش معقول. ماليش دعوة، انا عايزة الحصان ده. يا بنتي اسمعي، حصان ايه؟ ما انا جايب لك قطة الشهر اللي فاتت. قطة؟ ما بقيتش احبها، مش عايزة القطة، ماليش دعوة. حصان ايه واجيبه منين واحطه فين؟ لا ابعدي الفكرة دي من دماغك خالص. وهنا يا اصدقائي كانت ريناد عايزة الحصان، لكن هي ما عندهاش مكان تحط فيه الحصان، وحتى لو هتاخد الحصان هي مش هتعرف تتعامل معاه، لكن قالت ماليش دعوة يا بابا، انا عايزة الحصان، انا حبيت الحصان ونفسي يبقى عندي حصان، ارجوك يا بابا. خلاص يا ابو ريناد، خد الحصان عشان خاطر ريناد رعد ومش خسارة فيها. ودلوقتي يا اصدقائي ريناد كانت فرحانة ومبسوطة، ايوه هتاخد الحصان، لكن محمد كان زعلان ومتضايق وخايف على الحصان، وفي الوقت ده الحصان رعد كان قاعد وسامعهم. هياخدوني منك، هياخدوني من البيت اللي بحبه، هياخدوني من صحابي، هياخدوني من محمد، انا مش عايز اروح عند البنت دي ما بتعرفش حاجة في الحصنة، هتعاملني ازاي؟ هتأكلني ازاي؟ هتشربني ازاي؟ انا مش حابب ريناد. كان زعلان قوي يا اصدقائي الحصان رعد، وكان خايف انه يمشي ويسيب البيت، يسيب صديقه اللي بيحبه. الحصان رهيب، ويسيب كمان كل الحصانة اللي بيحبوه وهو بيحبهم، وكان زعلان لحسن صديقه محمد يبعد عنه. يا ترى ايه اللي هيحصل يا اصدقائي؟ تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. يلا يا بابا بقى تعالى نروح بسرعة عشان نعمل البيت عشان ينام فيه. ايه رأيك يا بابا ناخده معانا كمان دلوقتي، نحطه في تاكسي ولا حاجة؟ تاكسي ايه يا بنتي؟ انت بتتكلمي جد؟ ده عايز عربية مخصوص تنقله. طب يا بابا وايه يعني، ما تجيب له عربية. حاضر يا ريناد، انا مش عارف اعمل ايه وياك يا بنتي، انتي دايما تشبطي في حاجات كده. ومشيت ريناد مع باباها وراحت وعملت بيت جميل قوي، بيت كبير طبعا عشان ينفع الحصان ينام في البيت ده ويقعد فيه وهو مبسوط. وطبعا باباها كان زعلان جدا وكان مش عارف يعمل ايه، لكن حب يا اصدقائي ان ريناد تتعلم درس، وراحوا
بتاعه وخد الحصان تاني يوم ووداه لبيت ريناد، وقعد الحصان وهو زعلان وحزين ومرضيش ياكل ولا يشرب ولا اي حاجة، وريناد لا عارفة هو بياكل ايه ولا بيشرب ايه، وراحت حطت له اكل والحصان قال دي جايبها لي بسكوت، تاكلني بسكوت؟ ريناد دي بنت حبوبه قوي، لكن بسكوت انا ما باكلش بسكوت. تخيلوا يا اصدقائي ريناد عملت ايه. ريناد راحت تدي الحصان بسكويت. ياه، ازاي هو الحصان هياكل بسكويت؟ طبعا مش هيشبع. معقولة ريناد طلعت ما بتعرفش الحصان بياكل ايه ولا تعرف تهتم بيه، وجت ريناد تطلع فوق الحصان وقالت له بقولك ايه يا رعد، يلا 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 انا عايزة اطلع فوق الحصان. ايوه يلا يا رعد، انا هركب دلوقتي وبعدين تمشي بقى بيا في الجنينة كلها. ايه رأيك؟ جت تركب ريناد على الحصان، كانت هتقع، ما عرفتش تطلع، وتحاول برضه ما عرفتش تطلع، والحصان كمان ما حاولش يساعدها يا اصدقائي. وهنا زعلت ريناد وراحت لباباها وقالت له بابا يا بابا يا بابا. ايه يا ريناد؟ انا مش عايزه الحصان ده. يا حول ولا قوه الا بالله يا بنتي، انتي من شويه عايزه الحصان ودلوقتي مش عايزه الحصان، تعبتيني معاكي يا ريناد. بس يا بابا الحصان ده ولا راضي ياكل ولا راضي يشرب ولا راضي ان انا اركب الحصان ولا اي حاجه، انا مش عايزه الحصان ده خلاص، ما بقتش احبه. ازاي بس يا ريناد؟ انت اكلتيه ايه ومرضاش ياكل؟ اديت له بسكويت ايه يا بنتي؟ الحصان ده بياكل برسيم. طب انا شرفني يا بابا، انا ما اعرفش، وبعدين هو دلوقتي يعني انا اعمل ايه؟ طيب انا عايزه اركب الحصان يا بابا. يا بنتي انت بتعرفي تركبي الحصان؟ لا. طب انت بتعرفي تاكلي الحصان؟ لا. طب انت عايزه الحصان ليه؟ ماليش دعوه، انا عايزه حصان. اشمعنى محمد عنده حصان وانا لا؟ انا كنت عايزه يبقى ليا حصان انا كمان، انا عايزه الحصان ده يبقى بتاعي وخلاص، مش عايزاه عشان ما بحبوش. شوفي يا ريناد، انا وافقتك ان انا اخد لك الحصان من عمك، لكن انتي ولا بتعرفي تركبي الحصان ولا بتعرفي تربي حصان، احنا هنرجع الحصان لاصحابه. يكون احسن يا بابا، انا مش عايزه حصان ولا حاجه. وهنا يا اصدقائي طبعا حاجه غريبه حصلت. ازاي ريناد امبارح كانت عايزه الحصان وباباها عشان بيحبها هو وعمها قوي خلوها انها تاخد الحصان، لكن ما كانتش عارفه حاجه في الوقت ده يا اصدقائي. الحصان كان بيتألم، كان جعان، كان عطشان وكان زعلان لانه مش مع اصدقائه. زعل الحصان وتعب وما بقاش قادر، وجم يشيلوه كان الحصان تعبان وبيقول انا تعبت خالص، انا تعبت قوي، انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. ياه، انا نفسي ارجع بقى لمحمد صديقي والحسن اصحابي. مش هينفع القعد هنا، يا رب امشي. ايه ده يا ربي، الحصان بيتكلم؟ معقوله؟ وكمان جعان وعطشان؟ انا اللي معرفتش اهتم بيه، انا كنت غلطانه، انا كنت عايزه كل حاجه وبس، كل حاجه بقول انا عايزاها، وحتى لما بابا بيقول لي لا ما بسمعش الكلام. ما ينفعش اخد حاجه مش بتاعتي. ايوه سامحني يا راد، ما تزعلش مني، حقك عليا، انا هرجعك لصاحبك تاني، انا هرجعك لمحمد، هو اللي هيعرف يهتم بيك وتقعد مع اصحابك. وبعد كده يا اصدقائي ريناد وباباها رجعوا الحصان. ايوه رجع تاني الحصان لمكانه لصاحبه رهيب، وكمان صديقه اللي بيحبه محمد كان منتظر انه يشوف رعد تاني، كأنه كان عارف ان هو مش هيقدر يعيش بعيد عنه، وهو مبسوط. فرح قوي محمد وجرى على العربية اللي كان فيها الحصان رعد وقال له رعد حبيبي، وحشني يا حبيبي، يا انا عارف ان انت مش هتبعد عني، انا بحبك قوي يا حصان يا جميل. فرح الحصان وفرح محمد، وريناد اعتذرت لمحمد وقالت له انا كنت غلطانة، انا اسفة قوي، انا اللي شبطت في حاجة مش بتاعتي. ايوه انا كل حاجة كنت بعوزها، كل حاجة حتى بتاعتي او مش بتاعتي، والمفروض ان انا ما اعملش كده، انا اسفة. سامحها محمد وما زعلش منها، كفاية ان رجع له الحصان من تاني وهي عرفت الصح من الغلط. واحنا كمان يا اصدقائي مش هنشبط في حاجة مش بتاعتنا، ومش كل حاجة نقول عايزين دي وعايزين دي وعايزين دي، لا، لازم نقول الحمد لله على اللي معانا. ايوه ايا كان ايه هو، وما ناخدش حاجة مش بتاعتنا ولا ناخد حاجة بتاعت حد ابدا، ونبقى شاطرين ومؤدبين ونسمع الكلام عشان بابا وماما يحبونا كمان. اكتب لنا في التعليقات ايه اسم الحصان وليه بابا ريناد ما كانش موافق ان هي تاخد الحصان معاها.
واكتب لنا في التعليقات ايه أحسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.